3 هزات أرضية شعر بيها السكان في مصر، وآخرها كان بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر. سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر النهاردة، وحس بيها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية. وحسب المحطة القومية تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 درجة، وده على مقياس ريختر في شمال السويس، وسبقتها هزة أرضية تانية بدرجة ضعيفة، وكان في كمان هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، وده وفقا للموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورو متوسطي. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر في مرصد حلوان بأن الهزة الأرضية كانت في الساعة 12:25 صباحا، وده كان بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومتر شمال مدينة السويس وعلى عمق حوالي 10 كيلومتر، وشعر بيه المواطنين في أماكن متفرقة في البلد. وقال مواطنين بالقاهرة والسويس ومحافظات وجه بحري والقناة إنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة، ولم يتم رصد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وكان خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أكدوا إن مناطق بشمال وشرق البلد بتتعرض لهزات أرضية لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون. وكشف الخبراء إن مصر آمنة وبتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا إنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة، خاصة اللي بيقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر. وأكد الدكتور محمد طه الخبير بالمركز إن المعهد عنده خريطة بالمناطق النشطة بالزلازل في مصر، وممكن لمحطات الرصد كشفها يوميا وبكل سهولة، وده من خلال الأقمار الصناعية والمحطات، مضيف انه يمكن بدقة معرفة موقع الزلزال ومدته وآثاره وتداعياته وتوابعه. وأكد ان مصر ومنذ وقوع زلزال تركيا بتتعرض لهزات وتوابع ولكنها ضعيفة ولا تشكل اي خطورة، ونافيا بقوة ما ذكره العالم الهولندي عن امكانية تعرض البلد لزلزال عنيف ومدمر. ودي كانت معلومة تستحق نشاركها. ما تنساش اللايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.